هلو هلو، احنا دلوقتي هنشرح كلمات منهج أولى ثانوي في يونيتي اللي هي الوحدة الأولى لسون الدرس الأول. الدرس الأول بيتكلم عن سو بريزونتي، يعني قدم نفسك، والكلمة دي هي أصلا فعل وهناخدها على مدار اللسان. أول حاجة اللسان عندي بكلماتها لازم نبقى عارفين كده إن كل اليونتس أو الوحدات اللي هناخدها فهي بتتقسم نفس التقسيمة في البداية، اللي هي معنى هتتقسم لأسماء مذكرة واللي هي نوم ماسكولين، وبعد كده أسماء مؤنثة نوم فيمينا، وبعد كده أفعال verbs، وبعد كده الصفات والحروف والظروف والتعبيرات adjective adverb أو adverb، كل حاجات شبه الإنجليش كده بالظبط، نفس الكلام عندي في الفرنسي. طيب يلا بينا كده. أول حاجة نبدأ بيها هي الكلمات المذكرة اللي هي النوم ماسكولين. دايما هنلاحظ ان الكلمات المذكرة بتبدأ بالأداة أ وهكذا، مش هقعد أعلم على كله. فهي دايما الكلمة المذكرة أو الاسم، مش أي كلمة، يعني ما ينفعش فعل، ما ينفعش حرف جر، الكلام ده خاص بالاسم. الاسم المذكر بيبدأ بالأداة طيب ازاي نفرق الكلمة اللي عندي هي كلمة مذكر ولا كلمة مؤنث؟ هعملها ازاي؟ أنا هقول لكم على طريقة. الطريقة دي ما ينفعش اعتمدها في كل الكلمات، بس الطريقة دي بتنفع في معظم الكلمات. ببساطة لو الكلمة اللي عندي آخر حرف فيها هو حرف الأو اللي هو حرف الإي، فبنسبة كبيرة، خدوا الكلام على بعضه، بنسبة كبيرة الكلمة دي مؤنث، فهتاخد الأداة أون. يعني مش كل الكلمات اللي آخرها أو مؤنثة، بس معظم الأغلبية الكلمات اللي آخرها أو فهي كلمة مؤنثة. تعالوا كده الجزء بتاع المؤنث أنا فاتحاه دلوقتي، يعني هتلاقوا كلمة في آخر حرف فيها أو يبقى مؤنث، اللي بعدها آخرها أو مؤنث، كوبين آخرها أو مؤنث، صبغ كوبين آخرها أو مؤنث، أمي آخرها أو مؤنث، آخرها أو آخرها أو. أنا دلوقتي هقرا كل واحدة وأشرح معناها، بس خلينا بس الأول نعرف نفرق ما بين المؤنث والمذكر عشان ده سؤال علينا في الامتحان. الكلمة اللي بعدها un bond désigné آخرها أو تبقى مؤنث، une vie مؤنث، rencontre آخرها أو مؤنث، lettre آخرها أو مؤنث، re آخرها أو مؤنث، mère آخرها أو مؤنث. أوبس، بصوا كده في 3 كلمات هنا ما آخرهمش أو، الكلمات دي هتحفظوا زي ما هما. une photo مفيش آخرها أو، رغم كده الكلمة دي مؤنثة. une sœur نفس الكلام، une couleur نفس الكلام، آخر واحدة آخرها أو مؤنثة. طيب احنا كده هنعرف نفرق ما بين المؤنث والمذكر. تعالوا كده نشوف المذكر، الكلمات المذكرة. تعالوا واحدة واحدة. جارسون آخرها إيه؟ لأ تبقى مذكر. كلمة ليسي آخر حرف فيها أو صح؟ كلمة ليسين لأ عادي مفيش في آخرها أو تبقى مذكر. جو مفيش في آخرها أو مذكر. بروفيسور مفيش في آخرها أو مذكر. قابلتني كلمة جديدة أهو آخرها أو، اونيلاف آخرها أو بس الكلمة دي مذكر، يبقى هنحفظ إن الكلمة دي لما تقابلني الكلمة دي مذكر. اللي بعدها كوبان مفيش في آخرها إيه تبقى مذكر. سيفر كوبان نفس الكلام. كاماراد آخرها أو يعني زميل، هحفظ إن الكلمة دي آخرها أو رغم كده الكلمة دي مذكرة. افوازان مفيش في آخرها إيه مذكر. أمي مفيش إيه مذكر. سبور مفيش إيه مذكر. برونوم مفيش إيه مذكر. نوم مفيش إيه مذكر. قابلتني كلمة اهو un âge عمر آخرها إيه، يبقى أحفظ إن الكلمة دي آخرها أو ومذكرة. كلمة يعني عام مفيش في آخرها أو مذكر. فراغ إيه ده؟ طب الكلمة دي آخرها أو بس مذكر.
اون كلاب، كلمة كلاب مفيش في آخرها تبقى مذكر. يبقى أنا هنا لو هعمل إحصائية كده، مين آخره رغم كده هو مذكر، هما عندي كام كلمة؟ 5، فهحفظهم. أي حاجة غير كده ما بتنتهيش تبقى مذكرة. طيب ايه هما الكلمات دي؟ اون ليسي اللي هي الكلمات اللي مكتوبة عندنا في الكتاب الخارجي باللون البامبي في الخانة بتاعة المذكر. اون ليسي، اون إلاف، سوري مش ان إلاف. كلمة إلاف يعني تلميذ وتنفع تلميذة، فساعات بتيجي وساعات بتيجي ان، الاتنين صح، بس أنا هنا عندي هي في شكل مذكر. كاماراد، آج، فغير. يبقى الكلمات دي عندي كلمات آخرها رغم كده هي كلمات مذكرة. طب ندخل في الخانة بتاعة المؤنث. دلوقتي هنعكس، يعني أي كلمة آخرها غير اللي احنا حفظناها فوق فهي مؤنث. طب مين ما آخرهوش ومش مذكر؟ يعني ايه الكلمات اللي آخر حرف فيها مش رغم كده الكلمة دي مذكرة؟ هما 3. ال3 كلمات اللي قبل الآخر باللون البامبي برضو. une photo صورة، une sœur أخت، une couleur لون. كده احنا المفروض نعرف نفرق الكلمة اللي قدامنا مذكر ولا مؤنث بشكل مختصر. وآخر مرة ركزوا، لو لقيت الكلمة اللي عندي آخر حرف فيها حرف الإي اللي هو عندي في الفرنسية اسمه يبقى الكلمة دي مؤنث، ما عدا 5 كلمات اللي هم اللي أنا عاملة عليهم بالأزرق هنا في خانة المذكر، اللي هم ليسي، إلاف، كاماراد، آج، فغير. والعكس، بمعنى أي كلمة ما بتنتهيش بالإي فهي كلمة مذكرة، ما عدا 3 كلمات هيبقوا مؤنث. une photo، une sœur، une couleur. ده كده بخصوص المذكر والمؤنث. دلوقتي هنبدأ النطق والمعنى. يلا بينا دلوقتي هنبدأ نطق الكلمات المذكرة. طيب الكلمات المذكرة اتفقنا ان هي تاخد الأداء فكله هيبدأ بقى. تعالوا ندخل بقى في الكلمات ذات نفسها. أول حاجة ولد، جارسون، ولد جارسون. مدرسة ثانوي اللي احنا فيها دلوقتي ليسي. طب انت طالب في المدرسة، هحط ان في الاخر. هي الكلمة هزود لها حرف الان في الاخر. ليسين هحط لها ان في الاخر. لعبة، جو. ونركز بقى واحنا بناخد ان حرف مثلا حرف او والاو بيتنطقوا يعني دول كده حرف الاي واليو بيتنطقوا جو. هيتكرروا معايا في الكلمة اللي بعدها هنا اهو. برو، في، سر اخر 3 حروف الاي واليو اهو اتكرروا معايا زي جو، يبقى الاتنين نفس النطق. جو بروفيسور معناها مدرس. تلميذ يعني إلاف. صاحب، با. الاي ان في الاخر هتتنطق طب امتى بنطق الاي ان؟ لو جه بعدها اي ان والكلمه دي علينا في الكلمات المؤنث دي معناها صديقه، يعني هنا صاحب او رفيق، التانية رفيقه. يعني لو زودت لنفس الكلمه دي حرف الاي في الاخر فبقت المؤنث للكلمه. مش بس كده، النطق اختلف. يعني في المذكر قلت كوبان، في المؤنث اون كوبين. الاي ان في الحاله دي هتتنطق، لا يبقى الاي ان لو جه بعدها هنطقها. نفس الكلام ينطبق على الكلمه اللي بعدها. سيبغ كوبان، لو زودت الكلمه كوبان دي في الاخر فبقت مؤنث وبالتالي هتتنطق كوبين. طيب الكلمه اللي بعدها كاماراد، كام راد، كامارد.
كامارد معناها زميل مش صاحب، يعني الصاحب كوبان، ولو صاحب على النت سيبغ كوبان، الزميل كامارد. طيب يعني ايه جار؟ فوازان، فوازان نفس القاعدة تنطبق على كلمة فوازان اللي هي قاعدة الاي ان بتاعت كوبان. الاي ان في الاخر بتتنطق ان، لو زودت لها اي، وطبعا هنا هزود اي تبقى اون فوازان، فالكلمة دي بقت مؤنثة، بقت مؤنثة، فبقى هتبقى اون فوازين. الاي ان هتتنطق، الاي ان هتتنطق، اللي هو الان هتتنطق، ده في حالة لو زودت حرف الاي. طب لو ما زودتش لا، الاي ان ما بتتنطقش، بقول ان فوازان، ان فوازان. نكمل. صديق، ان امي، ان امي. رياضة، اسبوغ، اسبوغ. اسم الشخص، ركزوا في الاتنين الجايين دول، اسم الشخص واسم اللقب. لو قال لي نوم فهو كده عايز معناه اللقب، معناها هنا عايز اللقب. لو قال لي برينوم عايز اسمك انت، يعني اسمك احمد تكتب احمد، اسمك سهى تكتبي سهى، على حسب الاسم نكتب اسمنا. عندك كام سنة؟ العمر اج، اج. عام اكتب ايه ان، شبه ان بتاعت الانجليش، ان دي معناها عام، عام كذا، سنة كذا. الأخ أفغاغ، أفغاغ. نادي يعني كلوب، كلوب، كلوب. طب لو قلت الجروب اللي في الفصل كلاب دو كلاس، لو كلاب دو كلاس، ايه اللو دي مختلفة ليه عن الباقي؟ اللو دي برضو أداة بديها للكلمة المذكر، يعني زي ما الأ بديها للكلمة المذكر، اللو نفس الكلام، فبقول له كلاب دو كلاس. فلو قلت كلاب لوحدها معناها نادي، بس كلاب دو كلاس معناها جروب بتاع الفصل، الجروب بتاع الفصل. بس ده كده بخصوص الكلمات الايه المذكرة. يلا نبدأ الكلمات المؤنثة. الكلمات المؤنثة، أول كلمة بنت يعني اون في. طالبة، بنت يعني في المدرسة الثانوي، اون ليس، بص ليسين، لسين، لسين. الان في الآخر هتتنطق والأولى لأ. رفيقة اللي هي صديقة، اون كوبين، هنطق الإن، اون كوبين. اون سيبغ كوبين، نفس الكلام، اون سيبغ كوبين. صديقة اون امي، نفس الكلمة اللي فوق زودت لها حرف الأو في الآخر بقت مؤنث. جار نفس الكلام، نفس الكلمة اللي فوق وزودت لها او بقت مؤنث، بدل جار بقت جارة. اون فوازين. عنوان اون ادريس أو ادغس. قصة مصورة، هي قصة عبارة عن يعني مكتوبة وجنبها صور، وساعات بتبقى صور بس. اون بوند دوزيني، دوزيني. الأو دي مش هتتنطق، قبل الأخيرة بنطق ايه، دوزيني. واختصار الكلمة دي بي دي، يعني ممكن ما في القطعة مثلا لو جابلكوا ان في ولد بيحب يعمل قصص مصورة فما يقولكش un bande dessinée، يقول بي دي، فانت تبقى فاهم ان دي قصص مصورة. une ville، مدينة. كلمة لقاء، لو انا عايزة اقول لقاء، سواء لقاء كبير يعني لقاء تلفزيوني بقى، لقاء هقابل حد من اصدقائي، حد من زملائي، اي لقاء، يعني بتكلم في المطلق مش بحدد حاجة معينة. نقسمها ان الكلمة دي تقيلة شوية. une رون او غن، يعني حرف الار ساعات بيتنطق ار وساعات بيتنطق غ، فبقول رون او غن. كونتغ، رون كونتغ، رون كونتغ. une rencontre معناها لقاء. خطاب
زمان كانوا بيتواصلوا مع بعض عن طريق الجوابات. خطاب une lettre une lettre une rue une rue معناها شارع، طريق، الشارع اللي بنمشي فيه. une mère صورة une photo أخت une sœur لون une couleur une fiche اللي هي استمارة une fiche اللي هي استمارة. كده احنا المفروض خلصنا الكلمات المذكرة ونعرف الفرق بينها وما بين المؤنثة، وخلصنا النطق والمعاني بتاعت الكلمات المذكرة والمؤنثة. دلوقتي هنبدأ في الأفعال، وهنلاحظ إن معظم الأفعال اللي عندنا النهاردة في لسو 1 بتنتهي بأر، يعني أول كلمة بتنتهي بالأر، اللي بعدها بتنتهي بالأر، نفس الكلام تالت كلمة. الفعل الرابع بينتهي بالأر، الفعل الخامس لو ناخد بالنا أهو كلهم بينتهوا بالأر ما عدا آخر واحدة دي مختلفة. طب هتكلم عن كل دول اللي بينتهوا بالأر. فالأفعال اللي بتنتهي بالأ أر عندي في لسو 1 في الوحدة الأولى الدرس الأول، فهي بتتسمى أفعال المجموعة الأولى. أفعال المجموعة الأولى premier group. طب ودي لازمتها؟ دي لما بنيجي نعمل تصريف للأفعال، لما ناخد الجرامار وازاي نصرف الأفعال، كل دول بيتصرفوا نفس التصريف، يعني بياخدوا نفس الشكل في التصريف. بس فمهم نبقى عارفين ان كل الأفعال بتنتهي بالأو ار، بس مش كلها مش في المطلق. أنا عندي بعض الأفعال شواذ، بس يعني الأفعال اللي قدامي دلوقتي اللي بتنتهي بالأو ار فهي بتتصرف نفس التصريف. في كام فعل هيبقوا اكسبشن كده، مش هيبقوا مجموعة أولى، ودول بيتصرفوا بشكل مختلف. بس خلينا في اللي علينا دلوقتي. يبقى الأفعال اللي قدامي اللي بتنتهي بالأو ار بياخدوا نفس شكل التصريف. طيب تعالوا نشوف ايه هي الأفعال دي أصلا. أول حاجة كده سينفورمي، هنلاحظ إن دايما الأو ار في الآخر مش بنطقها، يعني مش بنطق الار، بقول سينفورمي، الأو ار مش هنطق الار، معناها يستعلم. طب عايز اقول يستعلم عن، يبقى سينفورمي سور او سينفورمي دو، يستعلم عن حاجة. يشكر شخص رمرسيي، الأو ار مش هتتنطق، او الار بمعنى اصح مش هتتنطق. بدي حد حاجة دوني يطلب او يسأل. الكلمة دي مهمة قوي 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 قوي، هنستخدمها كتير. دوموندي، حرف الار في الاخر برضو مش هنطقه. دوموندي. بقدم نفسي se présenter. دي كده اول مجموعة او اول صف. يلا بينا نشوف تاني صف. جاهزة؟ يلا بينا. اي حد وقع منه الجزء اللي فات يعيده تاني، لان هي افعال مهمة، والفعل اللي انا قلت عليه دوموندي ده مهم جدا. طيب يسكن، لو انت عايش فين، انا بسكن في المنطقة الفلانية او في المدينة الفلانية. ابيتي. يحب، وده فعل مهم قوي. امي. يسمى، لو لما اجي اسالك انت اسمك ايه فتقولي انا اسمي كذا، وهكذا. بسأل عن اي شخص اسمه ايه بستخدم verb s'appeler. اخر فعل ده من افعال
مجموعة مختلفة مش مجموعة أولى، ومن الآخر بيتصرف بشكل مختلف عن الباقي. المهم دلوقتي اللي علينا نعرفه إن هو اسمه أفوار. أفوار ومعناه يمتلك، ومعناه يمتلك. أفوار ومعناه يمتلك. ده كده بخصوص الأفعال. يتبقى لنا آخر جزء الصفات والتعبيرات يعني لو في حروف جر، لو في expression معين واكسبريشن معين. يعني دي كلمة احنا متعودين عليها بالانجلش، عندي في الفرنسي اسمها، تعالوا كده نشوفها، اللي هي الكلمة الآخر كلمة بالأحمر دي، expression، معناها تعبيرات. والصفات والأحوال، الادجكتيف والادفيربس والبريبوزيشن اللي هو حروف الجر. هنشوف كل ده. طيب أول كلمة جديد أو جديدة، نوفو أو نوفال. بالشكل ده كده أول اتنين فهم مذكر. لو أخدت كلمة نوفال حطيت لها ال تانية او بقت جديدة، حولتها لمؤنث، يبقى جديد أو جديدة نوفو أو نوفال. المؤنث بتاعها زودت لها ال او. مفضل أو مفضلة، بريفيري، لو زودت لها او فبقت مؤنث مفضلة. آسف أو أسفة، لو ولد هيتأسف ديسولي، لو واحدة هزود لها او فهتبقى أسفة. نفس أو ذات، مم. حرف العطف الواو، يعني مثلا عايزة أقول إيه ده وده، and، اللي هي كلمة and في الإنجليش. إيه بنطقه إيه، وبيتكتب كده. يعني النطق بتاعه غير كتابته خالص. النطق إيه، الكتابة إي تي. الحرف ده هنستخدمه كتير، يبقى إيه معناها وكذا، حرف العطف. يلا بينا على الصف التاني. الصف التاني هو حروف جر، مثلا مع، يعني avec، مع يعني avec، avec. أنا moi، أنت أنت toi. لو عايزة أقول لحد اعذرني excusez moi على النت. مثلا أنا اتعرفت على صديق على النت أو بشات على النت، sur le chat، sur le chat معناها على النت. كده نبقى خلصنا الكلمات الخاصة بليسو 1. نعمل كده ريكاب سريع كده. احنا خدنا ايه؟ احنا اخدنا الكلمات المذكرة اللي هي بتبدأ بالأداة أو بأداة لو. وما ننساش الكلمات دي مش أي كلمات، دي أسماء يعني، ولا حروف ولا أفعال. وأخدنا الكلمات الأسماء المؤنثة اللي بتاخد الأداة أن، وقلنا نفرق ازاي الكلمة دي مؤنث ولا مذكر. وبعدها أخدنا الأفعال، وركزنا إن أنا عندي الأفعال اللي بتنتهي بالأر هي أفعال مجموعة أولى، ما عدا فيرب واحد كده آخره ER، وده هناخده لوحده. وبعدين لما أخدنا الصفات والظروف وحروف الجر والتعبيرات، وأخدنا مثلا زي كلمة بريفيري لو حطيت لها او تبقى مؤنث، ديسولي نفس الكلام. فعندي كده في الصفات والظروف معظمهم لما بزود لهم حرف الأو في الآخر بيتحولوا لكلمة مؤنثة. ده كده بخصوص كلمات الوحدة الأولى، الدرس الأول. مهم قوي نذاكرها كويس جدا، هتفرق معانا واحنا بنذاكر يعني الأفعال. لما نيجي ناخد أفعال المجموعة الأولى فهتبقوا فاهمينها. حرف الجر، في فعل قلت مهم هيتكرر معانا، ديموندغ، نذاكره. كلمة avec، مع، وأنا وإنت، موا وتوا، الكلمات دي مهمة. فمهمين واحنا بنذاكر اللسان، هيفيدونا يعني، هنبقى فاهمين بقدر كبير كده المعاني، فاهمين الكلمة دي ليه اتنطقت كده، الكلمة دي ليه اتكتبت كده. كل ده هيفرق معانا. بس كده نذاكره كويس قوي. au revoir.